إبراهيم دياز وأشرف حكيمي يواصلان رفع الراية المغربية في دوري أبطال أوروبا، حيث تألقا مع فريقيهما للوصول إلى ربع النهائي. دياز الذي يلعب مع ريال مدريد ساهم في تجاوز فريقه لجاره أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح. أما حكيمي فقد قاد باريس سان جيرمان لتخطي عقبة ليفربول بعد أداء مميز في مباراتي الذهاب والإياب. في ربع النهائي سيواجه دياز مع ريال مدريد فريق أرسنال الإنجليزي، بينما سيقابل حكيمي مع باريس سان جيرمان فريق أستون فيلا. وإذا نجح الفريقان في التأهل إلى نصف النهائي فقد نشهد مواجهة مغربية خالصة بين النجمين، مما يعزز الحضور المغربي في البطولة.